أعزائي متابعي جريدة المواطنين، أهلا وسهلا بكم. النهاردة معانا شعلة نشاط العمل المجتمعي والتطوعي في ندوة تكريم المتفوقين بمحافظة سوهاج. معنا الأستاذ عمرو الشيباني نائب مدير بنك ناصر الاجتماعي. النهاردة هدينا خلفية عن الاحتفالية النهاردة والفاعلية وما أسفرت عنه الفاعلية النهاردة. أهلا وسهلا بك. ربنا يخليك يا صحفي، وانا دايما ببقى ممتن لوجودك، واي فاعليه بتتعمل بتيجي انت فيها بتنجح على طول. يعني شرفتنا ونورتنا يا صحفي، ربنا يبارك فيك. انا طبعا عايزين نتكلم عن يوم التفوق يا جماعه. يوم التفوق ده الدكتوره سحر عناني من خلال جمعيه نظره للتنميه والتدريب كانت بتقوم بيوم التفوق ده لايمانها القوي ان الشباب والاطفال هم جيل المستقبل، هم اللي ان شاء الله هيغيروا مصر، وهم اللي ان شاء الله هيعملوا حاجه لمصر. كان ممكن في معوقات قابلت الدكتوره سحر، كان ممكن يوم التفوق ده يتلغي وما يتعملش، لكن الحمد لله هي كلمتني وكلمت اكتر من حد، قالت عايزين نكمل وعايزين نعمل يوم التفوق ونستمر، لان ده اللي بيشجع الشباب وبيشجع الاطفال بتوعنا ان هم يعملوا حاجه كويسه لمصر. قلت لها انا معاكي وايدي بايدك، واي حد عنده فكره مختصه بالشباب وهتفيد البلد احنا معاها عشان خاطر تنجح. يوم التفوق يعني احنا في اكثر من عالم موجود هنا يا صحفي في محافظه سوهاج، في اطفال اتكرموا على مستوى جمهوريه مصر العربيه، في الدكتور محمود النحاس اللي يعني عايزين نقول اخترع حاجه لعلاج العقم، في الاستاذه اسماء قبيسي والاستاذه حنان قبيسي، دي واحده اخترعت حاجه لعلاج كورونا وواحده اخترعت حاجه لعلاج الصدفيه. انا بقول لكل مرضى الصدفيه كان بيقابلهم مشاكل يا صحفي، لكن لما تيجي واحده شابه من سوهاج تخترع علاج ويروح تقدمه لرئيس الجامعه ويصدق عليه وهتروح مصر وهتقدم بحث علمي بيه، ده انا بقول مبروك لشعب مصر كله وشعب سوهاج ان العلماء دي موجودين وطالعين من محافظه سوهاج. معايا الطفله ملكه التفوق فاطمه محمد خليل اللي النهارده شرفتنا في مسابقات اتعملت، وفي ناس جت حاولت ان هي تختار من بين الاطفال وتسالهم اسئله اجتماعيه واسئله علميه لحد ما اخترنا فاطمه اللي جت النهارده في يوم التفوق. بشكر كل الناس اللي جت النهارده، كلها ناس قامات، كلها ناس مسؤوله عن جمعيات شرفتنا واكرمتنا بوجودها النهارده. بشكرك يا صحفي، وان شاء الله مصر بخير وكل سنه وانتم طيبين. ومعاك يا حبيبي بنشكرك جدا طبعا على الفعاليه الجميله النهارده اللي احنا شفناها النهارده. فعمرو الشيباني يحب يوجه كلمة الشباب محافظة سوهاج بمناسبة ان احنا بنودعه 2022 وبنستقبله 2023. طبعا انا لو اتكلمت انا ممكن اتكلم لبكره، وانت يعني انت عارف الكلام ده، بس انا مش عايز ازعجك ومش عايز اختصر الكلام. انا بقول يا جماعه الرئيس السيسي قال عام 2022 عام الشباب، وانا قدام عيني شفت الشباب نزل الشارع، الشباب راح البيوت من خلال الجمعيات، اي توزيع كان للكراتين للبطاطين، اي خدمه للمواطن المنشاوي كان الشباب اللي بيساعد وبيقوم بيه. انا بشكر الرئيس السيسي والقوات المسلحه على المجهود الجبار اللي عملوه. اكتر حاجه انا اتبسطت بيها في 2022 ان الشباب بقى له دور، الشباب بقى واعي يا صحفي. كان زمان تيجي انت تجيب مجموعه من الشباب تقول لهم في فكره معينه يقولوا لك حاضر اللي انت تقول عليه يا صحفي ويلا بينا واحنا هننفذ كلامك. انت دلوقتي بتلاقي كل شاب بيسأل انت ناوي تعمل ايه؟ انت الحاجه اللي هتعملها دي مين اللي عاملها؟ هتفيدنا ولا مش هتفيدنا؟ كل شاب بقى عنده ثقافه ان بيعرف اللي قدامه. عشان كده انا ان شاء الله متفائل ب 2023 ان شاء الله اذا كانت هتتعمل انتخابات قادمه بعد سنه بعد سنه ونص بعد سنتين، ان الامور اللي شفناها زمان يا صحفي مش هتتعمل تاني. الامور ان كان في ناس تيجي الاموال دخلت في الموضوع، مصالح شخصيه كانت في الموضوع، كل ده هيختفي بوجود الشباب، لان الشباب عايز بلده تبقى جميله، عايز محافظه. يعني مثلا هتكلم عن شباب محافظه سوهاج، عايزين محافظه سوهاج، عايزين جميع المراكز اللي موجوده في محافظه سوهاج شكلها جميل، الناس اللي فيها تستمتع بالاماكن اللي موجوده في المحافظه بتاعتها. فمن خلال الشباب ومن خلالك بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وبيكم ان شاء الله هندخل سنه 2023 بكل الخير، وهنتقابل اخر سنه 2023 وانا اللي هاجي اكلمكم واقول لكم الانجازات اللي تمت فيها، واقول لكم انا طمنتكم في 2022 وكان معايا الصحفي. ان شاء الله 2023 هتبقى اجمل واجمل، وكل سنه وانتم طيبين، وكل الاخوه المسيحيين طيبين، والرئيس السيسي طيب، وان شاء الله نتقابل معاكم في لقاء تاني ان شاء الله. الف شكر، وكل سنه وحضرتك طيب ان شاء الله. وان شاء الله 2023 يكون معانا النائب عمرو الشيباني. كل سنه طيب، كل سنه طيب. شكرا.